تريد يا تبون من المجتمع الدولي؟ ماذا تريد يا تبون من المجتمع الدولي؟ الآن الحكومة الجزائرية والسلطة الجزائرية مع الشعب الجزائري على نغمة واحدة، يتكلموا على نغمة واحدة. ترتكبوا علينا إن شاء الله، نوعدكم إن شاء الله راه يدخلوكم البيض والدقيق وبايض الطماطيش وباطن الزيت نتاع السانكو والمقارو. شربوا شويه ريد بول هذا باش يدير لنا شويه جوانح. اغلب الظن هذه الايام هذو تبون راح يزور تيندوف. اغلب عكس الكثير من الدول اللي من ضمنها مملكة المروك اللي الآن المخزن يغرد في جهة والشعب يصرخ في جهة أخرى. المستهدف الأول من التجسس المغربي هي الأرقام الهاتفية الجزائرية ثم الفرنسية ثم الإسبانية ثم أرقام موجودة داخل المغرب. يعني المغرب يتجسس على الجزائر أكثر مما يتجسس على المغاربة في حد ذاتهم. راح جاب لكم اكبر يهودي فوق الكره فوق الكره الارضيه. ايوا في الجزائر مع تبون، وهذا في تصريح عندهم قال لهم انايا راني مع اسرائيل وبدون قيود وبدون حدود. دومير هذا يتكلم في التاريخ الجزائري، هو يعني كان راعي ابل في الامارات، كان يهتم بالابل تاع الامراء وكان يعالجهم لانه مهنته بيطري. بعدها يعني تخلى على المهنه هذه ورجع إلى الجزائر واهتم بالتاريخ الجزائري وأصبح يعني يحلل ويناقش في التاريخ الجزائري. وش عادوا ذوك العالم؟ عاد يقرر فينا بالمغرب وتونس. يا المغرب وتونس وين الاقتصاد، المعيشة، الجامعات، العلم، رانا فرقة كبير ما يحشولكش. دوك عاد المروك عدوة. اقسم بالله يا خاوتي يا الوهارنا هما اللي دخلوهم، هما اللي ريزافير، هما اللي ريزافير كشغل اللي ريزاف كشغل التاريخ. لن يرحم أهل الجزائر، أهل 6 مليون شهيد، الثورة العظيمة هذه خيانة للثورة والثوار، أقولها على رؤوس الأشهاد، خيانة من النظام الرسمي الجزائري وخيانة من الشعب الجزائري نفسه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز تبارك الله عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. خوتي العزاز شكرا للايكاتكم، شكرا لمشاركاتكم، شكرا بزاف بزاف بزاف. هاد النهار غنشوفوا الحماق بالزواق، غنشوفوا اكبر كذاب في العالم شنو كيقول لنا. غنشوفوا بزاف المقتطفات ديال الفيديوهات اللي غنعرفوا فيهم بزاف ديال الحوايج الجزائريه. غنضحكوا شي شويه، نكونوا معقولين شي شويه. شوفوا معايا اكبر كذاب شنو كيقول. فيما كيشد الميكرو كيقول شي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. ونساء الحق والعداله نتساءل اين هي العداله في العالم؟ اين هو الحق للشعوب المضطهده وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟ فلسطين خليوها عليه باش يقرا لنا الورقة. العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضروري اللوبيا اليوم والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي. هاد السيد هذا والله ما تفهموا بالله، اللي كيقولوا ماشي هو اللي كيديروا، اللي على الواقع ماشي هو اللي على الورقة، اللي كيقولوا الأكاذيب في الأكاذيب. شوفوا معايا هاد السيد هذا اللي كيشرح لك الرئيس تبون شنو قال في هذا المؤتمر. اسمع معايا. هما اللي ريزافير، هما اللي ريزافير كشغل اللي ريزاف كشغل. فهمتوا دابا ولا ما فهمتوا والو؟ الا ما فهمتي حتى حاجه انت ليش جزائري. نعينهم بكل ما يمكن ان نعينهم به، بالدعاء، بالاعانه، بالتخدير، بذكر حقائق، بكل شيء، بنشر فضائعهم. هذه كلها اذا كانت تساعد في نصره اخوانهم فلنفعل. هذا امر. لكن حبيت نتكلم على حاجه. كاين بعض الناس يظن أن نصرة المسلمين في غزة يكون بالمظاهرة. يستاهل يا إخوان، يستاهل. هم يضحكوا علينا اليوم.
قال لك نخرجوا واش تخرج؟ اسمع نيتك انا لا اشك في نيتك، لكن عمرها الله عز وجل ما رفع عنا البلاء والهم والوباء بالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات. هادشي اللي وصلوا للجزائر خطير جدا. باش داعية جزائري يقول لك تصفح وورينا الاخبار ديالهم ودير جيمو كومونتير وما تخرجش في المظاهرات. ربي سبحانه وتعالى ما كينصركش فاش دير مظاهره، كينصرك فاش دير جيمو كومونتير وتبارطاجي الاحداث نتاعهم. الا وقفتي معاهم وقفه احتجاجيه ما غتنصرهمش، كيضحكوا علينا اليهود. ولكن الا درتي صفحه وبديتي تنشر الاخبار نتاعهم، ها شنو دايرين، ها شنو واقع، كينصرك الله. لا حول ولا قوه. هذا هو الجديد ديال الدين. خربقتي الدين، ما خليتي فهمو تا حاجه. كانت المسيرة الخضراء التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة من استكمال الوحدة الترابية للبلاد ووفاء لقسمها الخالد، نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا وخاصة بالصحراء المغربية. باش تعرف ذكاء الملك محمد السادس، الخطاب الملكي اللي كيتسناوه الكبرانات والعجاج، كيتسناوه يهضر على الواقعة اللي وقعت في السمارة ويهضر على صحاب القياطن والعجاج ويقول لك ضربونا صحاب القياطن والعجاج. ما عطاهمش أهمية وما داهاش فيهم. هضر على النقاط المهمة والأساسية. من بين هذه الأشياء الثروات اللي كاينة في المحيط الأطلسي. ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها، اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في أرض البحر. والسلام عليكم. وعليكم السلام. وتاديك اسم الجزائر ما ذكرهاش عليهم. هذه راه مملكة سيدي، مملكة. ونشوفوا مع هذاك اللي تيقول لك المغاربة يتجسسون على الجزائر. شوفوا معايا. المستهدف الأول من التجسس المغربي هي الأرقام الهاتفية الجزائرية ثم الفرنسية ثم الإسبانية ثم أرقام موجودة داخل المغرب. يعني المغرب يتجسس على الجزائر أكثر مما يتجسس على المغاربة في حد ذاتهم. يعني حتى شوفي أهمية الموضوع بالنسبة للأمن السيبراني الجزائري، وأهمية أيضا أنه الجزائر بالفعل يعني من خلال وزارة الدفاع الوطني وأيضا المنظومة الدفاعية في مجال الأمن السيبراني تقوم بعمل. المغرب يتجسس على الجزائر، كيخلي المغاربة وكيتجسس على الجزائر. وطبيعة الحال داكشي اللي كيسمعوه كارثة عظمى. ماذا يسمع المغرب على الجزائر؟ نحن أقوى دولة، نحن القوى الضاربة. اسمع الطوابير، القوى الضاربة، العدس، اللوبيا، حليب ديالي، سعيد نوبتك. هذا ليس للشعب، هذا للدولة. نحن سوف نحرر الفلسطينيين، نحن لن نتخلى عن الفلسطينيين. هذه هي الكارثة العظمى. واش غنصنتوا عليكم؟ شنو غنسمعوا فيكم؟ شنو غنسمعوا عندكم؟ شنو اللي مخبيين؟ كل شيء باين. الكارثة العظمى، والكارثة العظمى هي اللي في هذا الفيديو هذا. شوفوا معايا خوتي، شوفوا هذا دوسي سخون. من جانبه أشار العقيد المتعاقد في البحرية الأمريكية ومسؤول سابق في قوات المينورسو بيرستون ماكوفلين، أشار إلى أن إحصاء سكان المخيمات لا يخدم الطرف الجزائري. مسيو تبن قول له هذه هي الجزائر الجديدة. على الناس أن يعلموا أن دور المينورسو هو الحفاظ على الأمن في المنطقة العازلة، وكان هو الدور الأساسي عندما ذهبنا إلى هناك سنة 1991. منذ ذلك الحين أدركت كل الأطراف المعنية بما أن الأمور تسير بصعوبة بسبب ظروف هذه المنطقة. هناك أشخاص وجماعات من دول مختلفة وقبائل تنقلت إلى المنطقة، وبالتالي صار إحصاء عدد السكان لا يخدم الطرف الجزائري.
كما شاهدتوا اخوتي هذه الخريطه نتاع امريكا، شوفي فين حطاهم، في الولايات تندوف، ماشي في العيون المغربيه، باش تعرفوا هذا الاعلام نتاعهم شنو كيروج. فهمكم ما تبقاوش تخرجوا لنا كل 5 دقائق وتقولوا لنا حنا قوه عظمى حنا قوه عظمى. وغادي يوقع احصاء لهذوك اللاجئين وهذوك اللي كاينين تما كاين في ديك تندوف، بقاو تما كاين مجموعه من الجنسيات ماشي صحراويين وكيدعوا بانهم صحراويين، مجموعه من الجنسيات من افريقيا، مجموعه من البلدان المتفرقه، وحاطينهم تما كاين وتيقولوا لهم هادوك صحراوه. وهذا هو الملف اللي غيدمر اصحاب القياطن والعجاج. الجزائر ليست لها سيادة لا على البحر ولا على الجو ولا على حتى الأرض الجزائرية، لأنها فرنسية، لا زالت فرنسية. الجزائر القوة الضاربة ما زال في الاستعمار، ما زال ما عندهاش حقوق وواجبات، ما زال خص اللي يقول لها واللي يفتي عليها شنو دير وشنو تفعل حتى تعطيوها السينياتور ويعطيوها موافقة باش دير شي حاجة عاد ديرها. الكلام على فراغ. نحن قوة ضاربة، نحن سنحارب اليهود وهم يزودونهم بالغاز. يعني الكلام اللي تيقولوا الجزائر ليس هو على الواقع، يعني كلامهم لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه هي الجزائر وهذه هي حقيقة الجزائر. خوتي تهلاو في راسكم وشكرا على مشاهدتكم، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. باي.